بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. صلوا على النبي كده، تعالوا نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا نعمل مع بعض النهارده الزيتون. نعمل الزيتون بالخلطة دي، الزيتون التفاحي. انا كده غسل دول 3 كيلو زيتون، انا غسلاهم ومصفياهم وسايباه كده، مش راضيه افتحه عشان ايه ما يسمرش معايا، هفتحه على الشغل على طول. دول 3 كيلو زيتون. تعالوا نعمل الزيتون كده مع بعض خطوه بخطوه ويفضل معاكي من السنه للسنه ومقرمش وجميل وطعمه حلو خالص. تعالوا كده نعمله مع بعض. انا هنا الزيتون معايا اهو، هشقه شقه كده بسيطه كده، شويه بس من الجنب كده. انا مش عايزه اشقه كتير يعني، عشان ايه الزيتونه دي مش ناشفه زي العزيزي. دي الزيتونه التفاحي كده بتبقى يعني ما بتاخدش وقت في التخليل كده يا حبيبي. انا شقيت الليمون شقيته كله عشان ما ياخدش وقت معاكم. بس هنا معايا كيلو شطه. الشطه دي حسب رغبتك، زي ما انت عايزه شطه كتير، عايزه شطه وحاجه بسيطه، حسب ما انت عايزه. هنا اقطع نصها كده، اسيب نصها بحاجه وسليم واقطع نصها. الشطه دي انا كنت بحسبها يعني بارده، طلعت حاميه. يعني مش عايزين يبقى حر قوي يعني، عشان لو في حد صغير ولا حاجه كل منه ولا حاجه. يعني هسيب بحاله كده واحطها بحالها، عشان بس يعني ايه الحراره بتاعتها كلها ما تطلعش في الزيتون. هو كيلو شطه مش كتير على 3 كيلو زيتون، مش كتير يعني. معانا هنا يا حبيبي نص كيلو جزر مبشراه، نص كيلو. هننزل الجزر كده عليه. الزيتون ده هيقعد معاكي من السنه للسنه، ومقرمش وطعمه جميل يعني بينفع مع كل الاكلات. ومعانا هنا الفلفل الاحمر، انا ضربه فلفل احمر كده في الكبه، ننزله كده عليه. انا كل سنه بعمله بالخلطه دي وبيبقى طعمه تحفه. عايزه تحطي معاه ليمون حطي، عايزه تعمليه كده من غير ليمون براحتك عادي، بس احنا مش عايزين معاه ليمون المره دي. انا معايا هنا بقى عصير ليمون. هنا ده كيلو ونص ليمون عصراه، وده عصير الليمون. هنا يا حبيبي هحط كام ورقه لوري كده. هنا اللي حابب يحط رشه حبه البركه، بس رشه صغيره يعني، مش هحط الا رشه صغيره بس. ومعلقه بس واحده كركم، ان هي تعزز اللون كده، تعزز لون الزيتون. كده يا حبايبي حطيت الخلطه اهي، اقلب الخلطه دي كلها في بعضها كده.
الشطة حامية. الزيتونة دي جميلة وطعمها جميل في الأكل. دي يا حبايبي الميه بتاعه سلق الليمون اللي فايضه معايا من الليمون المعصفر اللي انا كنت عاملاه، ما رميتهاش عشان هي اللي هعمل فيها الزيتون. دي ميه بتاعه سلق الليمون اللي هو الليمون المعصفر اللي انا كنت عاملاه الفيديو اللي قبل ده. فهحط عليها عصير الليمون اللي انا عصراه، عصير الليمون الصافي معانا اهو بكوبايه. اتنين، تلاتة، 2.5 كوبايتين. ده عصير كيلو ونص ليمون، يعني كل ما يكون الليمون بتاع الزيتون كتير كل ما يكون حلو. هنا هنحط الملح، هنا هنحط كيسين ملح. هو الملح بتاع الزيتون بيبقى زايد شويه، احط كده معلقه سكر، دي بتدي قرمشه للزيتون. معلقه سكر كده بمد حافظه، واقلب الملح كده بقى لما يدوب معايا. قشر الليمون ده يا حبايبي مش هنرميه، قشر الليمون ده اللي احنا عصرينه مش هنرميه، ده اللي هنحطه على وش الزيتون وبيتاكل برضه وبيبقى جميل، بيبقى طعمه جميل، مش هنرميه. ده قشر الليمون اللي انا عصراه. ندوب الملح خالص لما يدوب خالص. كده انا قلبت الملح لما دوب خالص اهو يا حبايبي، قلبت الملح لما دوب خالص اهو. دي انا كده حطيت كيسين ملح، الكيس يعادل مج من بتاع الشاي، الكيس الملح يعادل مج من بتاع الشاي. هو الملح بيبقى زايد شويه، وممكن تفتحي عليه بعد 10 ايام تشوفي الملح بتاعه، لو قليل تفضي حبه ميه من الميه بتاعت الزيتون وتزودي ملح عادي عادي، ما بيجراش اي حاجه. بس ده كده حطيت كيسين ملح يعني كوبايتين ملح، مجين من مج الشاي كده بتاع الشاي. كده بقى نحط الزيتون معايا البرطمان كده، انا غسلاه ومعقماه كويس معايا البرطمان اهو. ننزل بالزيتون كده. يعني الزيتون ده اول نوع من انواع المخللات اللي هو بغيب، يعني بيفضل في البيت بيفضل مده طويله ما بيجراش له اي حاجه. ورق اللورا دي يا حبايبي بيديله ريحه كده، يعني حتى احنا بنجيب المخللات من المحل، بنجيب المخلل من المحل بيبقى فيه ورق لورا وكل حاجه. جربوه بس بالخلطه دي هتلاقوه طعمه جميل.
وربنا يحسن ما بين ايدكم يا رب، ويبارك لكم في اولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبي يا رسول الله. هنا البرطمان الكبير ما كفاش، جبت البرطمان الصغير دي برضو معقمه، هنحط فيه برضو الباقي ده. لو اتملى اتملى، ما اتملاش خلاص، بس هو مش هيتملي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا يا حبيبي مريت البرطمانين اهو الاتنين، ادي واحد كبير وادي واحد صغير، وادي شكل الزيتون معانا اهو من فوق اهو شكل الزيتون. هنا هجيب القشر بتاع الليمون كده واغطي بيه الزيتون. قشر الليمون دي يا حبيبي بتاكل برضو، يعني بتخلل مع الزيتون وبتاكل ويبقى طعمه حلو. انا بغطي وش الليمون كله اهو، اغطي وش البرطمان التاني. كده خلاص. احط بقى المية على المخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة المية ايه كلها ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوناش في اللايك يا حبايبي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل ما يبقى عصير الليمون كتير للزيتون بيبقى حلو. يعني الكمية دي واخدة كيلو ونص زيتون انا عصراه، كيلو ونص عصير ليمون. تاكل احلى زيتون بقى بالخلطة دي، تحفة. نرجع البرطمان ده كده ورا، ودي البرطمان التاني يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى عندك المخلل في البيت ولا تشتري من بره ولا حاجه، والزيتون بيفضل طول السنه عادي، او المخلل في البيت بيفضل مده اطول يعني. كل حاجه جاهزه بتبقى غاليه، كل حاجه نعملها في البيت بتبقى حلوه. كده الزيتون خلص معانا اهو، شكل الزيتون اهو من فوق كده خلص معانا وش الزيتون. لسه هنحط شويه الزيت، لسه هنحط الزيت عشان الهواء ما يدخلش للبرطمان، وعشان لا يحصل في حاجه ولا كده، لا يدخل له اي حاجه ولا كده. نحط شويه زيت، ده بيعمل عازل كده، مفيش هواء يخش للبرطمان ولا اي حاجه. داير الكيس التلاجة كده.
سبت كيس التلاجة كده وحطيته تحت البرطمان عشان اقفله كويس. كده البرطمان التاني اهو يا حبايبي بشكل الزيتون اهو. ممكن تفتحي عليه بعد 10 ايام تشوفي الملح بتاعه، تشوفيه عادي مش مشكله، افتحي عليه واقفليه عادي تاني، ما بيجراش له اي حاجه. قفلته كويس اهو، وده شكل البرطمان معانا. ان عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هشق شقه بس واحده من النص كده عشان ده بيستوي بسرعه في التخليل، ما هوش زي العزيز. انا غسلته الاول عشان قبل ما اعمله كده ويسمر معايا، عبال ما اجهز الخلطه بتاعته وكده، الفتحه دي بتبقى تسمر مع الواحد يعني. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي اسعد حال. ما تنسوناش في اللايك كده والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الزيتون ده بقى بتاع رمضان يعيش معاك السنه كلها. انا كنت عاملاه والله لغايه شهر فات بس كان لسه عندي منه، بس كنت عاملاه بقى مع ليمون وكده. احنا بقى مش عايزين معاه ليمون المره دي لان الاولاد ما بحبوش الليمون، وانا عامله ليمون معصفر فهم مش عايزين معاه ليمون المره دي. فانا هعمله كده بالخلطه كده زي ما انا بعمله، بيبقى طعمه جميل وتحفه، والخلطه كمان لما بتطلع معاه كده بتتاكل عادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هكمل بقيه الزيتون عشان ما اطولش عليكم الفيديو بس.